هذا راه خالي اغتصبني، الله ياخد فيه الحق. تحدى عليا وأنا صغيرة، حملني وباع ولادي، ودابا بغى يغتصب بنتي. هذه واحدة من أبشع وأخطر القضايا اللي هزت الرأي العام. قصة كتجمع بين الغدر، كسر المحارم، الظلم والانتقام. قصة غتخليك تسول راسك، واش بصح كاينين وحوش عايشين بيناتنا بصيغة بشر؟ تخيل معايا أن الشخص اللي من المفروض يكون هو السند ديالك، هو الحماية ديالك من غدر الزمان، هو الأب والأخ والخال، يولي هو أكبر كابوس في حياتك. قصتنا اليوم غتبدأ من مدينة سطات وغتسالي في مدينة الدار البيضاء. قصة خديجة، إبراهيم وكنزة. وجدوا كيسان أتاي ديالكم، حلوا ودنيكم مزيان، حيت التفاصيل اللي غتسمعوا اليوم غتشيب ليكم الراس. نبداو على بركة الله. القصة ديالنا كتبدا في مدينة سطات. خديجة مرا دوزات شبابها كامل في دار عائلتها، حتى كبرات في العمر، عاد جاب ليها الله التيسير وتزوجات. كانت كتحلم بحال أي مرأة تبني دار ودير وليدات، ولكن للأسف الرياح جات بما لا تشتهي السفن. الراجل اللي تزوجت بيه كان إنسان عصبي لأقصى درجة، كيطير من المقلة. المشاكل بيناتهم ولات خبز يومي. خديجة حاولت تصبر وتكابر، ولكن ملي فاض الكاس الراجل طلقها وسمح فيها بكل برودة. رجعت خديجة لدار عائلتها، رجعت مكسورة الجناح، حاسة بالخيبة. والأصعب من هادشي هو نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. خديجة حاولت تواصل مع طليقها، سولت عليه باش يوقف معاها، ولكن تبخر، غبر ليه الأثر. من بعد شهر من الطلاق خديجة غتحس بشي تغيير في ذاتها. مشات للطبيب والصدمة كانت قوية. خديجة حاملة. في البداية بكات وتألمات، ما بغات شي حاجة تربطها بداك الراجل اللي دمر ليها حياتها، ولكن مع الوقت غريزة الأمومة تغلبات ورضات بقضاء الله. دازت شهور الحمل وولدت خديجة بنية كتحمق، بيضة وزوينة بحال القمرة، سموها كنزة. الدار اللي كانت كئيبة رجعت ليها الروح بفضل هاد البنية. خو خديجة اللي سميتو إبراهيم كان في هاد الوقت شاب. ملي شاف بنت اختو طار بالفرحة، تعلق بها لواحد درجة خيالية، سماها قمر الدار. إبراهيم كان كيخسر الفلوس اللي عنده كاملة على اختو وبنتها، كيشري ليها اللعب الحوايج وما كيخليهاش تحتاج لشي حاجة. عام من بعد ولادة كنزة غتوقع فاجعة في العائلة. أم خديجة وإبراهيم غتوفى. هاد الموت خلى إبراهيم يحس باللي اختو وبنتها هما اللي بقاو ليه في هاد الدنيا. زاد تعلق بكنزة، ولات هي عينيه اللي كيشوف بيهم. كنزة كبرات شوية، ولات عندها 7 سنين، دخلات للتحضيري وكانت كتحماق على خالها إبراهيم. في هاد الوقت إبراهيم جاتو فرصة عمل في مدينة الدار البيضاء. كان صعيب عليه يفارق اختو وبنتها، ولكن طرف الخبز كيحكم. سافر لكازا، خلى خديجة وكنزة في سطات، ولكن كان ديما كيعيط لهم في التليفون، كيسمع صوت كنزة باش يرتاح، وكان كيصيفط لهم المصروف شهريا. واحد النهار إبراهيم خدام في كازا، حتى كيصوني تليفونه، رقم من سطات. جاوب، وكان واحد من الجيران. ألو إبراهيم، البقاء لله أخويا، اختك وبنتها ضربتهم طوموبيل وهما في السبيطار دابا، حالتهم خطيرة. إبراهيم طاح عليه هاد الخبر بحال الصاعقة، سمح في الخدمة، شد أول تاكسي لسطات ومشى كيجري للسبيطار. ملي وصل الطبيب قال ليه اختك حالتها صعيبة بزاف، ولكن البنية الحمد لله نجات ومزيانة. سوايع قليلة من بعد خديجة فاضت روحها البريئة. إبراهيم انهار بالبكا، فقد اختو اللي كانت بمثابة أمه، ولكن ملي شاف خديجة باقا حية عنقها وبكى، وقرر باللي هاد البنت غيولي هو باها وامها وكل شي في دنيتها. إبراهيم جمع حوايج بنت اختو، سد الدار ديال سطات ودا كنزة معاه الكازا باش تعيش معاه في الشقة اللي كاري. هنا غتبدا واحد المرحلة اللي غتغير حياة كنزة للأسوأ. إبراهيم بلا حتى شي مبرر منطقي حبس كنزة من القراية،
البنت اللي يلاه بدات تقرا وتعرف على العالم لقات راسها محبوسة بين 4 ديال الحيوط في شقة صغيرة في كازا. ملي كانت كتسولو كنزة ببراءتها: خالي علاش ما بقيتش غنمشي للمدرسة بحال صحاباتي؟ كان كيجاوبها بأعذار واهية: الزنقة خايبة بنتي، أنا خايف عليك من البشر، الناس ما كيرحموش، بقي حدايا هنا باش نحميك. زرع فيها فكرة الخوف من العالم الخارجي. كنزة حيت صغيرة وما عارفاش طاقت بخالها. دازت السنين وكنزة كبرات. البنية اللي جات الكازا عندها 7 سنين ولات دابا شابة بالغة. بدات علامات الأنوثة كتبان عليها. وهنا نظرة إبراهيم البنت ختو تبدلات. ما بقاش كيشوف في هذيك البنية الصغيرة اليتيمة، ولا كيشوف فيها أنثى. الغيرة سيطرت عليه بشكل مرضي. منعها تحل الشراجم، منعها تخرج للبالكون، وحتى الجيران اللي كانوا كيقولوا ليها السلام منعها تهضر معاهم. سد عليها البيبان، وإلا خرج للخدمة كيسارت عليها الدار بالمفتاح. كنزة استغربات من هاد التغيير. خالها ولا عصبي، كيغوت على أبسط حاجة وكيتعامل معها بحال شي ملكية خاصة ديالو. ما بقاش إبراهيم الإنسان الطبيعي اللي كتعرف. واحد الليلة إبراهيم تعطل في الليل. كنزة بقى فيها الحال، ولكن ولفت. ملي دخل كان باين عليه باللي ماشي في وعيه. ريحة الشراب عاطية منه والخطوة ديالو متقلة. دخل للبيت لقى كنزة ناعسة. ملي حسات بيه ناضت بالزربة مخلوعة: خالي واش نحط ليك تاكل؟ ولكن إبراهيم ما كانش باغي الماكلة. الشيطان كان راكبه. جرها من يديها بالجهد، لاحها فوق الناموسية، ووقع اللي ما عمر شي عقل يتخيله. الخال تعدى على بنت اخته، كسر المحارم، واغتصب البنت اللي كان من المفروض يكون لها أب. كنزة ديك الليلة ماتت وهي حية. نهارت بالبكا، تكسرات من الداخل. تخيل معايا الإحساس ديالها. الشخص الوحيد اللي بقى ليها في الدنيا، الشخص اللي كتثيق فيه، هو اللي افترسها ودمر شرفها. والمصيبة الكحلة، إبراهيم ملي فاق الصباح ما بانت عليه حتى علامة ديال الندم. بالعكس كان كيتصرف ببرودة. دازت سيمانة ديال الصمت حتى جا عندها إبراهيم وقال ليها بكل وقاحة: أنا كنبغيك وانتي ديالي بوحدي، وما غياخدك مني حتى شي راجل آخر. هاد الهضرة خلت كنزة ترتعد بالخوف. قررت باللي خاصها تهرب. واحد النهار ملي مشى إبراهيم للخدمة، ناضت كنزة جمعات حوايجها، جبدت شي فلوس كان مخبيها خالها في الماريو وخرجت من الدار. مشات كتسول حتى وصلت لمحطة التران كازا فواياجور. بغات تقطع تذكرة للسطات، بغات تمشي لدار جيرانهم القدام. ولكن ملي وصلت للسطات البنت ما عاقله على حتى شي عنوان. سنين وهي محبوسة في كازا مسحت ليها الذاكرة. بقات جالسة في المحطة ديال السطات كتر من 5 سوايع، كتبكي وخايفة كترعد. واحد الخدام في المحطة شافها، جا سولها: مالك بنتي؟ ملي عرف باللي تاهت وما عارفاش العنوان نصحها ترجع لكازا حيت الزنقة صعيبة. بالخوف وقلة الحيلة كنزة رجعات في التران لكازا. ملي دخلت للدار لقات إبراهيم قالب الدنيا. ملي شافها هجم عليها، ضربها ضربة ديال الموت وحضرها: إلا عاودتي فكرتي تهربي غنقتلك وندفنك هنا. الخوف شل حركة كنزة، استسلمات للأمر الواقع. دازو شهور، كنزة حست بالعيا والدوخة. ملي داها إبراهيم للطبيب الصدمة كانت شلل. الطبيب قال لهم: السيدة حاملة في الشهر الثالث. إبراهيم تصدم، بغى الطبيب يطيح ليها الدري يجهاض، ولكن الطبيب رفض رفضا قاطعا. السيدة صغيرة وعملية بحال هادي غتقتلها. هنا إبراهيم لقى راسو في مأزق. الفضيحة غتكبر. اش غيدير؟ جمع حوايجو، خوا الشقة القديمة ومشى كرا في حي شعبي آخر في كازا بعيد بزاف على المعارف ديالو. ملي سكنوا في الدار جديدة إبراهيم خرج للناس بكذبة كبرى: هادي مرتي، تزوجتها صغيرة من العروبية ومقطوعة من الشجرة، ما عندها حد. والناس ديال الدرب تاقوا بيه وعملوهم على أساس راجل ومراته. كنزة نسات باللي راه خالها
ولات عايشة معاه بحال الزوجة المقهورة. نهار الولادة كنزة غتولد توأم، وليد وبنية، ولكن حيت هاد الحمل جا من علاقة محرمة، الولد تولد مريض عنده ضيق في التنفس ومات من بعد ساعات قليلة. أما البنية تولدت بتشوه خلقي في وجهها، الشفة الأرنبية، سموها آية. إبراهيم وكنزة ما قدوش يخرجوا الآية الحالة المدنية شهادة الميلاد، حيت خافوا يتفضحوا ويتطلب منهم عقد الزواج. البنية كبرات بلا هوية. مع هاد المسؤولية إبراهيم عوض ما يخدم زاد غرق في الطريق الكحلة، تبلا بالمخدرات القوية، طردوه من الخدمة ولا خدام غير مياوم، مرة خدام 10 بالس. الفلوس اللي كيجيب كيخسرها على بليتو. ملي قهرهم الجوع إبراهيم فرض على كنزة تخرج تخدم. خدمات في محل ديال الحوايج، ومن بعد كوافورة في صالون شعبي. كنزة ولات هي اللي كتصرف على الدار، وإبراهيم ولا عالة عليها. كنزة مع الوقت غتحبل 2 مرات اخرين من خالها إبراهيم، ولكن هاد المرة إبراهيم ما بقاش باغي ولاد. ملي كتولد كنزة إبراهيم كياخد الدري أو الدرية وكيبيعوا العائلات كيبحثوا على التبني بمبالغ مالية. الفلوس اللي كياخد كيخسرها على المخدرات وكيعطي شوية لكنزة باش تسكت. كنزة طاحت للهاوية، ما بقاش عندها مبدأ، ما بقاش عندها شرف، ولات حتى هي كتخرج مع الكليان ديال القهوة اللي جابها ليها إبراهيم وكتجيب الفلوس بالحرام. وإبراهيم هو القواد ديالها، كيوصلها وياخد الفلوس ببرودة دم. دازت 14 عام على هاد الحالة. آية بنت كنزة من خالها ولات دابا بنت مراهقة عندها 14 عام، بنت محبوسة معقدة حيت وجهها مشوه بالشفة الأرنبية، ما قارياش، وكتشوف أمها وخالها اللي كيسحب ليها باها عايشين في الحرام. واحد النهار كنزة غطيح مريضة طيحة خايبة، ما بقاتش قادة توقف على رجليها. مشات للطبيب ودارت الراديوات والتحاليل. النتيجة سرطان الرئة في مراحل متقدمة. كنزة بدات حصص الكيماوي، طاح ليها الشعر، صفار وجهها، وما بقى فيها ما يتشاف. ولات جالسة في الدار ما قدراش تخدم وتجيب الفلوس. إبراهيم ملي شاف كنزة ما بقاتش فيها المنفعة وما بقاتش كتدخل الفلوس اللي كيشري بهم المخدرات، عينو الشيطانية دارت لجهة أخرى، دارت لجهة بنتهم آية. إبراهيم الوحش اللي مات فيه الضمير بدا كيتحرش بآية اللي كيسحب ليها باها. في واحد الليلة كحلة زحلة إبراهيم رجع للدار مبوق العينين، مقطوع وما عارفش اش كيدير. دخل البيت ديال آية، سد الباب وهجم على البنية باش يغتصبها. قال لها كيف ما درت لامك شحال هادي غندير لك حتى انتي. آية غوتات قوماتو بكاع الجهد اللي عندها، شدها من شعرها وضرب ليها راسها مع حافة ديال الناموسية. الدم شرشم وجه آية، وإبراهيم قطع ليها حويجها وبغى يكمل الجريمة ديالو. ولكن في هاد اللحظة كنزة الأم المريضة بالسرطان اللي كانت ناعسة في البيت الآخر سمعات الغوات ديال بنتها. هاد الغوات فيق في هاديك البنية الصغيرة اللي اغتصبها خالها شحال هادي. الشريط داز قدام عينيها، الخوف تحول لغضب أعمى. كنزة ناضت، جرات للكوزينة، هزات أكبر جنوي لقاتو قدامها ومشات كتجري للبيت. حلت الباب لقات إبراهيم فوق بنتها، بلا ما تشعر بلا ما تفكر غرسات الجنوي في ظهر إبراهيم بكل ما أوتيت من قوة. إبراهيم طاح للأرض كيغوت ويتلوى في دمه حتى خرجت الروح ديالو النتينة. كنزة وقفات كتشوف فيه، وي أول مرة في حياتها حست بواحد الراحة غريبة بحال إلا تخلصات من أكبر كابوس. آية ملي شافت داك المنظر هربات للزنقة بهديك الحالة، كتخوت بحال المجنونة. الجيران تجمعوا وعيطوا للبوليس. البوليس دخلوا ولقاو الجثة ديال إبراهيم ولقاو كنزة جالسة كتسناهم. جابوها للمخفر وهناك كنزة طرطقات الرمانة كاملة، عودات للضبط كل شي بالتفصيل الممل. هذا راه خالي ماشي راجلي، تحدى عليا وانا صغيرة، خلاني نحمل في الحرام، باع ولادي، ودابا
بغى يغتصب بنته. الموت كان هو الحل الوحيد باش نعتق بنتي. تحكمات كنزة في محكمة الجنايات بالسجن المؤبد. البنية آية تحولات لدار الأيتام، عايشة بصدمة نفسية ما عمرها غتبرى منها. الخوت، هادي ماشي غير قصة للعبرة، هادي جرس إنذار. ملي كيموت الضمير وملي كيغيب الوازع الديني والأخلاقي، الإنسان كيولي أفظع من الحيوان. التربية ثم التربية. علموا ولادكم يهضروا، علموهم باللي جسدهم خط أحمر. الله يحفظنا ويحفظ وليداتكم، وإلى اللقاء في قصة قادمة. ما تنسوش ترحموا على النفوس اللي ضاعت، وتخليوا لنا رأيكم في التعاليق. السلام عليكم.